مهاجم معكوسة احمد جعفر. ايه تاني؟ ممثل بارع في ادوار الشر احمد عيد عبد الملك. امال ايه؟ لاعب على اسم ماركة عالمية. احمد تمساح. سهلة اوي الكلمات المتقاطعة النهاردة. مرادف وحشتنا محمد ابو تريكة، ودي عايزة كلام. قطعت بالكل يا ماجيكو. شكل تاني. يا سلام، ده الكلمات المتقاطعة حل نفسها النهاردة. نشتغل بقى شوية ونلضم فقرة الأخبار السريعة. ومعانا النهاردة خبر بيقولك إن شركة جوجل اخترعت نظارة بتجيب بقى إيه بقى إحصائيات اللعيبة وهم بيلعبوا في الماتش. طب واحد يسألني ويقول لي يا كابتن ما نجيب النظارة دي في مصر؟ أنا أقول له هو أنا بلعب؟ اعرف لعيب زمان في مركز شباب في البحر السمكة اسمه عصام المقلم، كان ألدغ في الره. مرة سخن على فرقته وقعد يقول لهم ايجعوا ايجعوا. من يوميها الجمهور بيغنوا له عصام عاوزهم يرجعوا علشان ودنه بتوجعه، لحد ما عيني اكتئب. حضن الهوى حضن الهوى حضن الهوى. عصام الحضري واقف يفكر حاجه مريحه. احنا بنلعب كأن في جو ارهاب. اللعيبه دول مظلومين مع الناس والله. انا هثبت لكم انهم بره الملعب مختلفين تماما عن جوه الملعب. دي الناس فاكرة انه حسام عاشور ماشي في بيتهم بظهره على طول، ولا مايكل جاكسون في زمانه. في ناس بتقول ان حسام عاشور كل حته فيه اتصابت ما عدا عضله المارشدير، والمره الوحيده اللي حسام عاشور بص فيها الكره لقدام كانت في عين جهينه. انا عايز اقول لهم بس اللي ما يعرفش والعكس. ده انسب حاجه اللي رد على الناس اللي بتتكلم كده. جميل جميل جميل. يا سلام عليك يا حسام. ولا التاني الله يستره وقف معايا في زنقتي، سجل معايا ايه بقى فقرة مين تويتس، واستحمل بقى غتاتة اسئلتكم من غير ما يتقمص. زي ما بنحب عمر الطيب والمخلص اللي بيموت نفسه، نفسنا بقى نشوفك في ادوار الشر غسان مطر مش اقل منك. هتشوف تحس عمر جايب محمد ابراهيم باكج واحده زي الاقصر واسوان والمصل واللقاح وحلايب وشلاتين وروميو وجولييت وناس كتير قوي. هي لاف ستوري. كابتن محمد بكر كان بيقول النهارده عمر وجابر عاملين جبهه حلوه قوي ناحيه اليمين. طبعا انا وكابتن جابر بنحب نلعب جنب بعض جدا، وبنستريح مع بعض، متربيين مع بعض، فبنحب نلعب جنب بعض جدا يعني. يا سلام يا سلام. الصدق بقى كده عيب، انا اصلا غلطان اني صورت معاك وسبت جابر. الناس بانها فاكراني شرير عشان نرجسي وبحب صورتي الجميله، مع اني ايه بقى من جوايا طيب جدا 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 جدا. وعامل حتى النهارده فقره خيريه اسمها لاصحاب القلوب الرحيمه. معانا رساله من لعيب حاسس بالظلم، وطبعا مش هنقول اسمه عشان الخير يبقى بيني وبين ربنا. دي حاجه اتعلمتها من استاذ ارهام سعيد. انا مشكلتي اني ما بسمعش غير شتيمه وتريقه وبس، ويا ريت الشتيمه بتيجي من جمهور المنافس، ده من جمهورنا احنا يا كابتن. وكل ما نتعادل يبقى بطء السبب، وكل ما نخسر يبقى فخادي السبب. اقطع لكم فخادي واللي طالع عليهم يا كابتن عاوزينه يرجع لمستواه، عاوزينه يرجع لمستواه. هو انا من امتى كان ليا مستوى يا كابتن؟ حتى زمايلي مش طايقيني يا كابتن بكر. انا مره جبت جون من غلطه مدافع، راحوا احتفلوا مع المدافع. اعمل انا ايه عشان الناس تحبني؟ انا مش عارف اعمل ايه. آلاف اللعيبة في مصر الجمهور بيحبهم وبيشجعهم حتى وهم خسرانين، ما عدا واحد لاجل الأمانة 2. بس المهم حبوه يا جماعة وشجعوه، ده ياما فرح جمهوره. لاجل الأمانة برضو هو قليل لما بيفرح الجمهور. بصوا ينوبكوا ثواب، اقفوا جنبه. طلعت بعد ماتش نكانة في افريقيا قلت ان انا عايز امشي او كده. طبعا ده كان انفعال، كنت مضغوط شويه الفتره اللي فاتت. انفعال طبيعي من اي لعيب كوره. اذا جه عرض كويس يناسب نادي الزمالك ان شاء الله ويناسبني هعرضه طبعا لمجلس الاداره وللجهاز الفني، وان شاء الله يوفوا عشان اكيد مش هيوفوا في طريقي. لا قدر الله اذا ما جاش اي عرض انا موجود في نادي الزمالك لحد ما اموت ان شاء الله.